بص هو هيقعد مع الكلاينت هيقول له ازيك عامل ايه، الكلاينت اسمه كلاينت المفروض ان هو كلاينت ميتنج مثلا اهو براند استراتيجي. طبعا براند استراتيجيست احسن مني في الحته دي، بس هو في النهايه براند استراتيجي حرفيا بيبقى عنده مجموعه من الاسئله why I should use مثلا your business. هو بيسال مجموعه من الاسئله البراند استراتيجيست باكتيفيتي كده معينه، يقول للكلاينت هو انا لو انا الكلاينت بتاعك انا المفروض استخدم البيزنس بتاعك ليه؟ فالكلاينت يقوم قايل له والله انت you will have هتاخد الاكل مثلا يوصلك لحد بيتك في خلال 5 دقايق. يبقى انا اقوم كاتب يور فود ان 5 minutes. انا كده تخيل بقى معايا انا ككوبي رايتر مليت البوكسز دي ومليت الاجابات، وخدت مثلا لو عندي كلاينت ومعاه 2 كمان من البورد بتوعه في الميتنج قعدوا، وخدت كميه اجابات منهم على كميه اسئله كده. المفروض انا ده علم بقى، انا فاهم انا بعمل ايه. هاجي انا اعمل ايه بقى بعد كده؟ بص هاجي هنا في السؤال الاجابه اللي زي دي هحاول ابقى عندي كذا اجابه. لو مثلا هو بلايند بيوصل طلبات you will have your food in 5 minutes، وهنا وكتبنا مثلا عندنا different types of food، وعندنا track your food. طيب هو هنا اداني ثلاث حاجات انا المفروض لازم علشانهم استخدم البيزنس بتاعي. انا بقى شطارتي كبراند استراتيجيست ان انا اطلع من هنا فاليو بروبوزيشن محترم، فاقول واضح قوي ان دي كومبيتيتيف ادفانتج 5 minutes. انا بقى دوري لما بعد ما اخلص الميتنج هطلع براند دوكيمنت واكتب فيه كلمه كبيره كده تحت الفاليو بروبوزيشنز، هكتب مثلا 5 minutes away from your door، وممكن اخلي دي البراند ستيتمنت واعمل من دي الهيدر بتاع الصفحه، ويبقى تحتها كول تو اكشن اسمه اوردر ناو مثلا. يعني انا بديك بس الموضوع بيمشي ازاي، بيمشي بالشكل ده. فانا بقى لما اجي براند استراتيجيست اطلع الكلام ده، اليو اي ديزاينر لما يشتغل او اليو اكس ياخد دي ويخليها هيدر. انا مش هقول له ان هي هيدر، بس اليو اكس لما يجي يشتغل ويعمل واير فريمز يقول لك طب حلوه القصه دي. انا بقى هعمل واير فريمز اهو، ادي السكشن تمام، وهعمل دول ده خلي لونه جراي عشان يبقى واير فريم اهو وهعمل دول كده 5 minutes away from اوردر ناو. كده انا عملت الهيدر. يجي بقى اليو اي ديزاينر لما يبص الكلام ده حلو، المفروض انا اعكس المسج دي. شفت بقى فهمت هي جت منين؟ جت من ميتنج. الميتنج فيه شويه فيه ساينس معين بيحصل، او براند استراتيجيست ده عارف هو بيعمل ايه، بيطلع الكلام يابزوربه يطلع منه معلومات. هي دي كده اسمها فاليو بروبوزيشن. الفاليو دي بتتحول في الاخر لواير فريمز. فاحنا حرفيا من اللي انت شايفه ده قعدت معاه خدت اللي عنده ده حطيته في فايل بي دي اف، والمفروض ان انا ابقى عندي ذكاء كافي ان انا افهم الفاليو بروبوزيشن ممكن تطلع منين. انا اديتك مثال ان انا اوصل اكل في 5 دقايق، دي بالنسبه لي فاليو بروبوزيشن. طبعا انا هتناقش مع الكلاينت واقول له دي الفاليو وافهمه يعني ايه فاليو، وبعد يقول لي تمام خلاص يلا نعتمدها. اعتمدناها، حطينا دوكيمنت وبي دي اف مليان تفاصيل كتير قوي. واحده منهم كانت الفاليو بروبوزيشن 5 متر اواي فروم يور دور. انا طلعت دي وخليتها براند ستيتمنت. يجي اليو اكس ديزاينر بقى لما يشتغل يقول لك انا هاخد دي احطها في الهيدر 5 minutes away from your door order now مثلا، يعمل لي كده اليو اكس. يجي بقى اليو اي اللي هي المرحله اللي الراجل ده جاي لك علشانها، انت متخيل؟ تمام. يجي بقى اليو اي باي ديزاين بقى يحول الكلام ده لشكل فيجوال. فالراجل جاي لك علشان المرحله اللي هنا تمام اهي، وبقى قال لك ايه مش مهم اعمل دي، مش مهم اعمل دي، مش مهم اعمل دي. تيجي انت تعمل ايه بقى؟ تكتب له كلمه هنا، تيجي في اول ميتنج فيدباك يقول لك مش عجباني غيرها، تكتب له واحده ثانيه مش عجباني غيرها. طب خلاص تمام، الاول نعمل فايل وورد ونكتب فيه اللي احنا عايزينه والموضوع يبقى اسهل. مش عاجباك اغيرها اهو، عايزها ايه 5 minutes from ماشي اهي مفيش مشكله. لكن ما اروحش ديزاين على حاجات اصلا مش معموله. انت فاهم قصدي؟ ف دي لان كان كده هنقعد نرجع في البروسيس كلها لا دي مش وهنبقى البروسيس هندخل. كلها، دي كده يعني حتت منها. انا قصدي ان ما في انت عندك ثلاث عمليات او 3 مراحل مع بعض. انت ما بقتش تعدي في مرحله واحده، انت بتروح تعدي في الشغل بس خد والشغل بالك هي يعدل بقى ممكن تخلص في ميتنج واتنين، يعني اللي انا بقوله ده فاهم؟ مش لازم تتعقد يعني الايديال كيس بتاعتها في حاجات اصعب من كده. انت ممكن تعمل معاه بيرسونا ميتنج، ده استراتيجي ميتنج، ممكن تعمل معاه بيرسونا، ومع البيرسونا تعمل كومبيتيتيف اناليسيس. الثلاثه دول يعني كومبيتيتيف وبيرسونا
تعمل ده وتعمل ده وتعمل ده، ومن الثلاثه دول تطلع بيه الدوكيمنت بتاع الاستراتيجي. تمام. البراند استراتيجيز بقى يبقوا اشطر مني هنا. طلعت بالدوكيمنت بتاع الاستراتيجي تشيره معاه، يديك عليه فيدباك ويروح ويجي وخلافه، وتقعدوا مع بيرسونا تاخدوا معاهم يوزابيل تيستنج، تقولوا لهم احنا بنعمل كذا، شايفين ده مناسب ليكم ولا لا، ومش عارف ايه، وتعدل. وبعد بقى ما تعدل تشتغل على يو اكس وتدي له فيرجنز من اليو اكس. كده بقى البروسيس بدات تكمل وتبقى اصعب واطول. في الغالب البادجت بتاعته مش هتكفي اي حاجه من الحاجات دي، بس اللي انا بقوله ده ممكن يختصر في ميتنج استراتيجي، ميتنج ريفيو، فايل وورد يتكتب فيه بعد الريفيو ايه اللي حصل. بعد كده تخش على طول على اليو اي، ما تخش على اليو اكس. يعني ما توريهوش بقى دي، لان هو اوريدي وافق على الكلام ده. بس اليو اكس ده بقى بشرح لك يعني من باب العلم بس. فدي كده الحته اللي كنا بنتكلم فيها، اللي قلت لك في حاجات لسه ما اتعملتش، فاهم. مع الوقت بقى يعني انا مثلا كانديفيدوال او انت كايجنسي، بتبقى في كلاينتس. النقطه بقى الفيصليه هنا انك تقول له الكلام ده، يعني تعلمه وتخليه يخش معاك، ولا تعمله في الباطن وتشيل انت الهاسل ده كله وتقوم حاطه في وشه مره واحده. دي بقى مدارس، وبترجع على حسب قد ايه الكلاينت ده مستوعب الوقت ومستوعب المجهود وبيفهم ومقدر اللي بتعمله، والبادجت كام وكل ده.